انا يعني طبعا احكي لنا 101%. نجيبه متولي الخولي 101% انا. طب خلينا بقى نرجع كده بالزمن بقى شويه كده، لحد مثلا ايه، نقول دكتور امل وهي في ثانويه عامه وهي كانت بتذاكر. مم. حضرتك كنت ثانويه عامه سنه كام كنت ثانويه عامه 2002. 2002؟ 2002 ما شاء ودخلت الله. الكليه 2002. 2002. اه حضرتك بقى كنت من اوائل الناس في الكليه انا يعني طبعا احكي لنا 101%. نجيبه متولي الخولي 101% انا. خلي بالك، يعني لما بتيجي سيره النجاح بتاعت زمان، شوف بتغير المود على طول. اه حضرتك كنت طالعه في من الاوائل بالترتيب في الكليه، صح كده؟ ايوه الحمد لله طبعا. ما شاء الله. ما اشتغلتش في الكليه الا عشان كده. ابتدي بقى اتخرجنا وفي امتى؟ سنه او سنتين طلعت فيهم الاولى على دفعتي. ما شاء الله ما الحمد شاء الله. لله. طب اتخرجنا سنه كام بقى؟ 2008 واتجوزت وانا في الكليه. ما شاء اتجوزت الله. قبل ما اخلص كليتي، ودي حاجه يعني مش بنصح بيها قوي بصراحه. ده برضو يعني تعب كان زياده عليا. بس اتجوزت الحمد لله وحملت في ابني عمر واشتغلت في الكليه ما الحمد شاء لله. الله. بدأنا بقى ناخد بقى المراحل التدريجية بتاعتنا في الأول بناخد نيابة الجامعة. نيابة الجامعة بتاعتنا سنة كام؟ بتبقى كانت على 2010. اشتغلت في الجامعة 2010 نيابة الجامعة. بخلصت الماجستير 2014، بعد كده دكتوراه 2018 أو 17. ما شاء الله. وبعدين عملنا الأبحاث اللي بعد الدكتوراه وخدت ترقية الحمد لله أستاذ مساعد ما لسه في شاء الجامعة. الله ما شاء الله. احنا طبعا الحلقة دي بمناسبة بنبارك للدكتورة على الترقية، أستاذ ببارك مساعد. كتير جدا يا جيمي، والله ما نتحرمش منك. بصراحة يعني ألف ألف مبروك، تستاهلي كل خير والله يا دكتورة يعني. مصر كلها باركت أنا لي الحمد لله. بالمناسبة أنا عايز أشكر يعني زوج حضرتك. أنا حاضر بصراحة حاجات كتير جدا ومواقف، كان دايما هو السبورت ليكي في الحياة المهنية على المستوى الخاص والحالة الشخصية طبعا، ده أكيد يعني. طبعا يعني زوجي صاحب فضل عليا الحمد لله رب العالمين. ربنا طبعا الاول ومامتي وبابايا. بس محمد جوزي فيري سبورتيف الحمد لله رب العالمين. يعني عمره ما وقف في طريقي في حاجه، طول عمره بيشجعني. بيفكر لي في افكار كتير جدا. دايما يقول لي لا طب هنعمل كذا بدل كذا، لا نعمل كذا بدل كذا، طب نجيب الجهاز الفلاني. حتى اجهزه الليزر هو اللي كان بيتفق عليها مع الشركات ويظبط لي قسطها والكلام ده. فهو الحمد لله رب العالمين ربنا يبارك في صحته وعمره ويخليه لينا ما ولولاده يا شاء رب. الله ما شاء الله. وهنا رسالة بقى لكل الناس، لازم تبقى سبورت لزوجاتها علشان عشان يوصلوا للنجاح بتاع دكتورة أمل إن شاء الله. الحمد لله ربنا يهديهم.